بوردرلاند هو واحد من احدث انتاجات هوليوود المقتبسه عن لعبه بتحمل نفس الاسم، وعلى الرغم من اني مش من محبي الجانرا دي من الالعاب ولكني بالتاكيد اتفرجت على الفيلم. ولما يبقى عندك فيجوالز كويسه واثاره وكول سيكونسز فانت المفروض يبقى في عندك فيلم ممتع، صح؟ في الحقيقه لا، فيلم بوردرلاند هو اكتر فيلم ممل ممكن تتفرج عليه في حياتك، لدرجه ان الفيلم ده بقى اكتر فيلم فشل في هوليوود من سنين طويله. الفيلم ده جاب 32 مليون دولار في مقابل ميزانيه 120 مليون دولار، يعني بالحسابات العاديه كده الفيلم ده تقريبا مخسر الشركه فوق ال 230 مليون دولار. ليه ده حصل؟ تعالوا لما اقول لكم. اهلا بكم، معكم محمود اسامه من قناه ايجيبشن نيرد، والنهارده معانا فيلم بوردرلاند هنبص عليه عشان نحاول نتعلم منه ونشوف عمل ايه صح وعمل ايه غلط، واجاوبكم على سؤال هو اللي فشل. علشان احاول اشرح لكم مدى سوء الوضع مع الفيلم ده، فانا حابب ان اقول لكم ان واحد من مؤلفين الفيلم ده كان واحد من مؤلفين مسلسل ذا لاست اوف اس، والمؤلف ده شال اسمه من على التترات وحط اسم مؤلف وهمي مكانه. واحنا ممكن نقعد من هنا للسنه الجايه نتكلم عن الاخطاء اللي موجوده في الفيلم ده، ولكن دي هنعملها مع فيلم تاني في فيديو تاني. لكن النهارده تعالوا نتكلم عن جوهر الاخطاء دي، جوهر الاخطاء اللي خلت الفيجوالز الكويسه والكول سيكونسز اللي موجوده في الفيلم ملهاش اي لازمه. مشاكل جوهريه في كتابه السيناريو خلت الفيلم ده كانه مكتوب من عيل صغير عنده 5 سنين. دوافع الشخصيات ما هياش واضحه، فما فيش اي حاجه اي شخصيه في الفيلم ممكن تعملها هيبقى ليها اي معنى عند المشاهد. محتوى الحبكه والقصه والمشاهد بشكل عام ما فيش ليها اساس شفناه قبل كده، فبالتالي ما فيش اي حاجه ممكن تحصل فيها تثير اهتمام اللي قاعد بيتفرج. الى جانب ان في مشكله كبيره جدا في نهايه الفيلم ده، لكن لو عايز تعرف ايه هي فانت لازم تستنى لاخر الفيديو. فتعالوا اقول لكم ازاي فيلم بوردرلاند فشل في اساسيات كتابه سيناريو فمحدش دخل يتفرج على الفيلم، وازاي انت كصانع افلام تتجنب نفس المصير. اول مشكله اساسيه في كتابه السيناريو الفيلم ده عانى منها هو انه ما حطش اساس قوي لدوافع الشخصيات، فبالتالي مفيش اي حاجه الشخصيات كانت بتعملها في الفيلم كان ليها اي معنى. تعالوا اوريكم. لو لاحظنا في بدايه الفيلم بعد الاكسبوزيشن على طول هنلاقي نفسنا بنتفرج على حاجات كتير مش مفهومه. في عندنا بنت على سفينه فضائيه، بعد كده جندي ظهر علشان ياخدها من المكان ده، بعد كده بيتخانق مع جنود تانيين، بعد كده في راجل مجنون نط من الازاز. وانا قاعد بتفرج في اول الفيلم لقيت نفسي بقول هو ايه اللي بيحصل ده؟ هي البنت دي فين بالظبط؟ هل هي مسجونه عايزه تهرب ولا محتاجه حد ينقذها؟ ومين الجندي ده؟ وليه رايح ينقذها؟ ورايح ينقذها من ايه؟ ومين الناس اللي بيتخانق معاهم دول؟ مين الراجل الضخم المجنون ده اصلا؟ هو طلع لنا من انهي نصيبه ده؟ وليه مغرم بالبنت الصغيره بالشكل ده؟ انا فاهم الفكره الاساسيه والهدف من المشهد، ولكني مش فاهم هي ليه الشخصيات اللي في المشهد ده بتعمل الحاجات اللي هي بتعملها فيه، فبالتبعيه انا مش فاهم المشهد. والسبب في كده هو ان الفيلم قدم شخصيات كتير في نفس الوقت، وده في العادي فكره سيئه لان ما بيبقاش عندك الوقت الكافي انك تحط اساس لدوافع الشخصيات دي على المستوى الفردي. الحاله الوحيده اللي انت ممكن تقدم فيها مجموعه شخصيات في نفس الوقت والمشاهد يفهم دوافعهم هم ان هم يتقدموا على ان هم تابعين لشخص واحد بينفذوا اوامره، فبالتالي دوافعه هو كشخصيه هتبقى دوافعهم كلهم، لكن الشخصيات دي ما هياش في نفس الفريق وما هياش تابعه لشخص واحد، فبالتالي احنا ما استفدناش حاجه. كمثال تاني تعالوا نبص على تقديم شخصيه ليليس الباونتي هانتر اللي من كوكب تاني. هي راحت للبار ومعاها باونتي جديده علشان تاخد مشروب، وفجاه بتجيلها باونتي جديده من مدير شركه علشان تروح تدور على بنته الصغيره على كوكب باندورا. باونتي هي مش في دماغها اساسا ان هي تقبلها لحد اوكي. للمره الثانيه انا فاهم فكره ان ليليس راحه في باونتي هانت ميشن عشان تاخد فلوس، لكن للمره الثانيه انا مش فاهم هي ليه عملت كده. انا مش عارف هي محتاجه الفلوس في ايه. انا كل اللي اتقدم قدامي وشفته ان هي اشترت مشروب غالي من غير ما تهتم بالفلوس اللي هتدفعها فيه. Sure how top you think the shelves are. Buy your kids some dance lessons. فيبقى ليه هي محتاجه فلوس اكتر دلوقتي؟ لكن لو انت قلت لي ان ليليس مدمنه كحوليات وعايزه تحط ايديها على اي فلوس عشان تفضل تشرب، فانا وقتها هفهم هي ليه هتطلع في الباونتي دي علشان تاخد الفلوس. لكن انك تخلي باونتي هانتر غني مش مهتم بالفلوس باي شكل من الاشكال يروح لباونتي هانت ميشن على كوكب هو مش عايز يروحه علشان ياخد فلوس،
فانا هنا مش فاهم هو ايه اللي بيحصل. وهو ده نفس المقياس اللي نقيس عليه دوافع الشخصيات في الفيلم بالكامل. انت مش فاهم دوافع الشخصيات في رحلتهم في خلال الفيلم ان هم يلاقوا الفولت. الفيلن عايز يلاقي الفولت علشان يبقى شخصيه قويه، لكنه بالفعل اقوى شخص في الفيلم وعنده جيش خاص. في الحاله دي هو محتاج الفولت ليه؟ البنت الصغيره محتاجه تلاقي الفولت علشان تاخد اسلحه تقدر تقتل بيها الفيلن، لكن واضح جدا ان عندها كميه كبيره من الالعاب اللي محشيه متفجرات اللي ما حاولتش حتى انها تستخدمها على الفيلن عشان تقتله. فايه اللي هي متخيله انها هتلاقيه في الفولت المتفجرات ما تعرفش تعمله؟ الجندي والشخص المجنون والتكنيشن انا شخصيا ما عنديش اي فكره هم في الرحله دي ليه. السبب الوحيد اللي ممكن افكر فيه هو ان ده فيلم وهم ابطال فيه. احنا وصلنا لمرحله ان اكتر شخصيه مفهوم دوافعها لدرجه تبان هيومنلي هو Inhuman Robo. But the moment you landed on Pandora, I was reactivated because I've been programmed to help you upon your return. ايوه، الدافع الاساسي اللي مخلي الروبوت ده يطلع في رحله البحث عن الفولت هو انه اتبرمج على كده. هو دافع سطحي بالكامل، ولكنه مع ذلك هو افضل دافع موجود في الفيلم. انا مش بس فاهم رحله الروبوت اللي هو ماشيها في الفيلم ده ان هو يساعد ليلي، لكن لا، ده انا كمان فاهم الدافع اللي مخليه ماشيها هو ان هو اتبرمج على كده. اللي عايز اوصل له ان مش شرط الدوافع دي تكون حقيقيه، هي ممكن تبقى كدبه وهنكتشف ده في النهايه، لكنها لازم تبقى موجوده وحقيقيه بالدرجه الكافيه علشان المشاهد اللي قاعد بيتفرج يبقى فاهم هي الناس اللي في الفيلم ده بيعملوا ليه. مش كفايه ان واحد يقول لنا ان هو عايز بنته ترجع له في حين ان هو واضح جدا ان هو مش مهتم بانها ترجع له اصلا. من الاخر كده لو مفيش دافع مناسب يخلينا نطلع في رحله فمفيش اي امل ان الرحله دي تنجح. المشكله الاساسيه الثانيه في كتابه السيناريو في الفيلم ده هو ان المحتوى اللي داخل المشاهد وداخل حبكه الفيلم مبني على حاجات ما اتقدمتش اساسا في الفيلم، فبالتالي انت كانك باني بيت بدون اي اساسات. تعالى اوريك قصدي. على سبيل المثال الحبكه الاساسيه للفيلم هي السباق للوصول للفولت اللي مش موجوده اساسا. احنا ما شفناهاش ولا شفنا المفاتيح بتاعتها ولا خريطه بتودينا لمكانها او اي دليل على ان هي موجوده في العالم بتاعنا ده اساسا. كل اللي عندنا هو كلام كتير عن وجود الفولت دي وان البنت الصغيره هي اللي تقدر تفتحها وعن ان جواها الاجابه على كل الاسئله اللي بتحيرنا في الكون. The Iridians' greatest secrets were hidden in a vault, a prophecy that one day would open the order. بمعنى اصح احنا كمشاهدين قاعدين بنتفرج على الابطال بتوع الفيلم وهم رايحين في رحله عشان يوصلوا لمكان احنا مش متاكدين ان هو موجود اساسا. تخيل معايا كده فيلم انفينيتي وور لو احنا بندور فيه على انفينيتي جارل اللي فيها حجاره ولا عمرنا شفنا الحجاره دي ولا شفنا الانفينيتي جارل قبل كده. في الحاله دي بتهيألي الفيلم ما كانش هيبقى مثير للاهتمام باي شكل من الاشكال، صح؟ وعلى نفس المنوال معظم المحتوى اللي موجود داخل حبكه الفيلم مفيش فيه اي اساس علشان يبان بالشكل اللي الفيلم بيحاول يقدمه لك عليه. زي الشركه اللي الفيلم بتاعنا بيملكها أطلس كوربوريشن اللي واضح جدا انها شركه قويه جدا، لكن الشركه دي بتعمل ايه؟ هي بتشتغل ازاي؟ هي بتقدم ايه؟ مواردها عباره عن ايه؟ هي قويه لاي درجه مقارنه بالشركات التانيه اللي موجوده في عالم الفيلم؟ I don't know. I just got here. احنا ما دخلناش في اي تفاصيل تخصها غير ان الجنود بتوع الجيش بتاعها اغبياء حرفيا، فبيتهيألي هي تك كومباني قويه وخلاص. في عندنا مجموعه ناس مجانين عندهم سوبر باورز وواضح جدا ان هم خطيرين لدرجه ان ليليس بتخاف منهم، لكن هم مين؟ ليه هم مجانين؟ ليه عندهم سوبر باورز؟ ايه هو هدفهم؟ احنا عمرنا ما دخلنا في كل ده. هم مجموعة ناس مجانين عندهم سوبر باورز عايشين في كهف تحت الأرض بيولعوا في بعض. عندنا الكوكب باندورا اللي واضح جدا إنه مكان خطير، لكن هو ليه مكان خطير؟ من اللحظة اللي نزلنا فيها على الكوكب شفنا عيال صغيرة كيوت ورحلة مجانية بالباص، مدينة شكلها جميل جدا مفيش مشكلة إن إحنا نروح نتفسح فيها أصلا. That is bloody lovely. فليه هي خطيرة؟ يعني الناس المجانين دول هم اللي مخلين الكوكب ده خطير، ولا في نقص في الموارد، ولا في حيوانات متحولة ممكن تقتلك في أي وقت؟ Not really. Maybe. It's classified. ممكن، لكن معظم الحاجات دي ملهاش لازمة هنا، وهو في الغالب كوكب خطير لأن البطل بتاعنا قال إن هو خطير. Scavenger kids barely scraping out a living. Psychos, murderous gangs. The kind of place you don't ever want to return to. How convenient is that? Wow, how convenient is fucking that? بمعنى آخر كل المحتوى اللي موجود عندنا
هو كلام فاضي وخلاص. احنا بنروح لمكان علشان نتخانق، بعد كده بنسوق عربيه لمكان تاني علشان نكتشف انه عارين لساند مونستر، بعد كده بنروح لمدينه علشان نقابل ناس ما نعرفش عنهم حاجه اللي يقولوا لنا اننا لازم نروح لمكان تاني علشان المفتاح اللي احنا ما شفناهوش قبل كده موجود هناك. مفيش اي حاجه من الاماكن اللي موجوده في الفيلم او اهداف الشخصيات او العقبات اللي بتقابلهم في رحلتهم ليها اي اساس، فبالتالي بالنسبه للمشاهد هي ملهاش لازمه. These are the psychos other psychos are afraid of. والأسوأ من كده بقى ان نفس الشيء بينطبق على العلاقات ما بين الشخصيات اللي مبنيه على صراعات ملهاش اساس. الفيلن والبنت الصغيره بينهم علاقه اب وبنت تويستد، ومع ذلك احنا ما شفناهمش هما الاثنين في مشهد واحد غير في نهايه الفيلم، فعلشان كده انا مش مهتم. ليليس والتكنيشن في بينهم علاقه هاستايل نتيجه لان التكنيشن سابت ليليس لوحدها وهي بنت صغيره. I left you with tradespeople. Do you mean the murderers and thieves on the mining ship? لكن احنا ما عندناش اي فكره هما الاتنين دول بيتكلموا عن ايه اساسا. احنا ما شفناش ليليس وهي بتعاني كعيله صغيره، مفيش اي فلاش باك، مفيش اي تروما واضحه، كل اللي شفناه عن حياتها لحد دلوقتي هو انها سهله. فانتم قرفنا معاكم ليه؟ العلاقه الاساسيه في الفيلم كله هي بين ليليس والبنت الصغيره. بشكل عام ليليس شايفه نفسها في البنت الصغيره دي لان هي كمان وهي بنت صغيره اضطرت انها تعاني بانها تشتغل علشان الكبار، ولكننا برضو ما شفناش اي حاجه من دي. احنا ما شفناش البنت الصغيره بتعاني في حياتها ازاي لانها من بدايه الفيلم انقذوها منها. Okay, let's go. ما شفناش اي حاجه عن اطفال مساجين غير في مشهد بسيط شفناه من خلال سكوب الهدف منه كان انه يبين لنا ان التك كومباني بتدور على البنت الصغيره، وبعدها كل ده خلص. مفيش حاجات كفايه تخلينا نرتبط بعلاقه التروما اللي بتجمع ما بين الاتنين دول. I'm just a product to Atlas. Then he's just gonna lock me up into another secret lab and do more experiments. And if you saw the things I did to the other clones. With all due respect, what the fuck are you talking about? اللي عايز اوصل له هو انك ما ينفعش تخترع احداث من الهوا. مش كفايه ان ليليس يستقبلها صديق قديم ما شفناهوش قبل كده عشان يكلمها عن والدتها اللي ما نعرفش عنها حاجه. انت كصانع افلام لازم تبقى عارف ايه الحاجات اللي المفروض تركز عليها وتديلها وقتها. خلينا نشوف الحياه اللي البنت الصغيره عاشتها كانت صعبه قد ايه. خلينا نشوف ليليس وهي بتعاني بسبب الصدمه اللي حصلتها وهي عيله صغيره. ادينا ادله كفايه علشان نهتم باللي بيحصل قدامنا على الشاشه، لانك لو ما عملتش كده فانت كل اللي عندك هو فيجوال نويز هتخلي اللي قاعد بيتفرج بيقول هو ايه اللي بيحصل. المشكله الاساسيه في كتابه السيناريو اللي موجوده في نهايه الفيلم ده هو ان الحده والتوتر في المشاعر ما بيزيدوش مع نهايه الفيلم، وده بيخلي نهايه الفيلم عاديه. تعالى اوريكم. بشكل عام بعد ما ابطالنا لقوا مفتاح الفولت في المنجم الاحداث بعدها بدات تتحرك بشكل جاد. الجندي ضحى بنفسه للمجانين علشان يسمح لباقي اعضاء الفريق ان هم يهربوا. التكنيشن قالت لنا ان البنت الصغيره غالبا هتموت علشان تفتح الفولت. The pieces are consumed and the vault opens. But you're prepared to take that risk. البنت الصغيره شافت ليليس وهي بتتكلم مع الفيلن وفجرتها لانها تخيلت انها خانتهم. الفيلم بتاعنا بيوصل لمكان الفولت علشان يحاصر الابطال بتوعنا بالكامل. حاجات كتير مهمه حصلت، ولكنك بقى لما تبص على الحاجات دي بشكل متعمق هتكتشف ان ولا حاجه فيهم ليها لازمه. بعد ما الجندي ضحى بنفسه اكتشفنا بسرعه جدا ان هو لسه عايش. في الحاله دي انت مش بس عرفت للمشاهدين ان مفيش اي حد من الابطال الاساسيين هيموت في الفيلم ده، ولكن الهدف العاطفي من المشهد ذات نفسه اتدمر. في الحالة دي كان ايه الهدف؟ ايه اللي هيخلي عودة الجندي بالنسبة لنا في النهاية مهمة طالما احنا عارفين ان هو اساسا ما ماتش؟ That was quite an entrance, Roland. You miss me? Did you miss me? Did you miss me? No. لما التكنيشن عرفتنا ان البنت الصغيره ممكن تموت علشان تفتح الفولت، في الحاله دي هي حرقت لنا نهايه الفيلم، لان مفيش اي حد من الابطال الفيلم هيسمح بان هو يضحي ببنت صغيره علشان تموت، لان للمره الثانيه مفيش اي حد من ابطال الفيلم عنده دافع قوي يخليه يعمل ده. في الحاله دي الصراع بين الطرفين على ان هم يسيبوا البنت تموت او لا ملوش اي معنى، لان بالتاكيد هم استحاله هيرموا بنت صغيره عشان يضحوا بيها. I have to warn you, this might kill you. Nah, kid. I'm the special one. Whatever this is going to make me invincible. Okay.
لما البنت الصغيره شافت ليليس وهي بتتكلم مع الهولوجرام بتاع الفيلن، انا اساسا مش فاهم ايه اللي اداها فكره ان ليليس ممكن تكون خانتهم. ليليس ما عملتش اي حاجه فظيعه البنت الصغيره لسه عارفه عنها دلوقتي. على سبيل المثال هي ما سمعتش ان ليليس هتسمح ان هم يضحوا بيها علشان تاخد اللي موجود جوه الفولت، وان هي كانت عارفه ده من البدايه. لا، هو اللي حصل ان هي لسه عارفه حالا، ولما عرفت ما كانش عندها اي نيه ان هي تعمل كده. مفيش حاجه تخلينا نتقبل الانشقاق اللي حصل في الصداقه دي، وفي المشهد اللي بعده هيرجعوا صحاب تاني. اما بقى بالنسبه للكلايماكس ان الفيلن عمل كمين للابطال بتوعنا، فالمشكله هنا ان المشهد بالكامل عباره عن جيمكس. ولو عايزين تعرفوا ايه هي الجيمكس انا كنت اتكلمت عنها قبل كده في ذا مارفلز ليه فشل، ابقوا ارجعوا اتفرجوا عليها. الفيلن بتاعنا جاي دلوقتي مع جيش من المجانين وسفينه عملاقه، فمحدش هيقدر يواجهه، خصوصا ان معاه درع الكتروني بيمنع الهجمات بالكامل. لكن لا، بعد كده ليليس اكتشفنا ان هي الشخص المختار اللي هتفتح الفولت وبتتحول لدارك فينيكس، ودلوقتي هي عندها درع بتديه للفريق بتاعها. في الحاله دي الابطال بتوعنا بداوا يكسبوا. We are so back. لكن بعد كده اكتشفنا ان السفينه الفضائيه اقوى حتى من الدارك فينيكس بتاع ليليس. It's so fucking horror. لكن لا، بعد كده ليليس بتشحن قدرات الدارك فينيكس بتاعتها علشان تفجر المركبه. We are so fucking back. وهكذا وهكذا وهكذا. اللي عايز اوصل له هو ان الجانب العاطفي من الكلايماكس دي مش موجود. مفيش تصرفات شخصيات كبيره او قرارات مهمه لازم ناخدها عشان نقرر احنا لازم نفتح الفولت دي ولا لا. لا، ده كل الناس واقفين عمالين يتكلموا بس، وكأن محدش فيهم عايز يخشها اساسا. مفيش اي باي اوفس، مفيش اي ريزوليوشن. كان الشخص المجنون ده مثلا بيواجه الزعيم السابق بتاعه، لكن لا، هو بيواجه واحد لابس درع احنا ما شفناهوش قبل كده اصلا. بشكل عام مفيش اي حد في نهايه الفيلم واضح ان هو واخد نهايه الفيلم على المحمل الجد. انا مش مصدق ان الفيلن ده ممكن يكسب لان هو اساسا ما بيحاولش يكسب. انا مش مصدق ان الابطال بتوعنا ممكن يخسروا لان انا مش شايف ان دي حاجه ممكن تحصل اصلا. انا متاكد ان كل حاجه هتبقى كويسه لان كل اللي انا شايفه هو سيكونس مليانه جيمكس، وبالنسبه لكلايماكس في فيلم فده مش كفايه. لو انت مش اقوى من اللي قبل كده وابعد من اللي قبل كده وعاطفيا اتقل من اللي قبل كده، فانت ما بتعملش حاجه. نهايه فيلم عاطفيا اقل من باقي الفيلم مش هتنفع كنهايه. ولما تضيف على ده دوافع شخصيات مش موجوده واساس لمحتوى مش موجود، فالفيلم بتاعك بالكامل مش هينفع مهما كان اللي بتعمله على الشاشه حلو او لا. واعلى حاجه الفيلم بتاعك هيبقى عليها هو مجرد دوشه محدش هيخش يتفرج. وهو ده فيلم بوردرلاندز. لسه هوليوود بتعاني مع الافلام المقتبسه عن الفيديو جيمز، وعلى الرغم من افلام زي سونيك قدرت ان هي فعلا تنجح، ولكن واضح جدا ان الفورميلا دي لسه ما انتشرتش. فلو انت بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو عجبك الفيديو وعايز تشوف زيه هتلاقي فيه منه كتير قوي على القناه، وانت هناك بالمره ابقى اعمل سبسكرايب. اما بقى لو انت مؤلف وبتالف فيلم من النوع ده او ناوي تالف فيلم من النوع ده، ما تنساش تاخد بالك من الاخطاء دي، والا الفيلم بتاعك ما حدش